الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده الفطير المشلتت على البوتاجاز. انا عارفه ان انا عملته معاكم قبل كده في فيديو قديم، بس هقول لكم على طريقه اسهل النهارده. هقول على طول بسم الله في الوصفه. عندي هنا 4 كوبايات دقيق وعليهم معلقه كبيره سكر وذره ملح. هقلب المكونات الجافه كويس مع بعض، وطبعا الدقيق منخول عشان ما يبقاش فيه اي حاجه مخرزه. عندي هنا ميه دافيه. الاربع كوبايات دقيق هياخدوا حوالي من كوبايه لكوبايه وربع او كوبايه ونص حسب نوع الدقيق اللي انا مستخدماه. هقول لكم هياخد معايا قد ايه بالظبط بس بعد ما اشكل العجينه. انا عجنت العجينه عندي كويس، هي خدت بالظبط حوالي كوبايه ونص ميه، وقعدت ادعك فيها كده بايدي واعجنها ولت واعجن زي ما بيقولوا لمده حوالي 12 دقيقه. انا عندي العجان بس مرضيتش اعملها عشان الناس اللي ما عندهمش العجانات. ده شكلها، هي مش قاسيه، طريه كده وممكن تكون بتلزق في الايد. هو ده القوام المظبوط بتاع الفطير المشلتت. انا بقى هقسمها لكور واغطيها. شوفي انتي عايزه تعملي كام فطيره، مثلا انا عايزه اعمل 3 او 4 كبار او صغيرين، هتشكلي الكور صغيره والعكس صحيح. وهسيبها ترتاح لمده نص ساعه او ساعه، يعني حسب ما انتي وراكي حاجه عايزه تعمليها. وعلى بال ما ترتاح هقول لكم نعمل ايه. طبعا نغطي العجين كويس عشان ما يعملش قشره خارجيه. هنا معايا معلقتين دقيق كبار وعليهم نص معلقه نشا علشان هفرشها كده لما اجي افرد العجين. وعندي هنا كمان زبده على زيت على سمنه، وهحط عليهم رشه بيكنج باودر علشان خاطر يديني التوريقه الصح. هقلبها كويس. انا مش هسيح السمنه زي الفيديو اللي فات، انا هسيبه كده بحراره الغرفه. الماده الدهنيه بتاعتي عايزاها زي ما هي كده. العجينه بعد ما ارتاحت بسم الله هاخد اول كوره، حتى هتلاقوها لزقت عشان هي كل ما هتريحيها وتقعديها فتره طويله كل ما هتفردي معاكي احلى. هبتدي كده ارشرش الدقيق بالنشا وابتدي افردها كده بالنشابه. بسم الله بتتفرد معايا بكل سهوله علشان انا ريحتها. افرديها على قد ما تقدري، كل ما هترفعيها اكتر كل ما هتديكي نتيجه توريق احسن. ده بصوا السمك كانه رقاقه. هحط بقى الماده الدهنيه بتاعتي وهفردها كلها في الارضيه بالشكل ده. هوزع على كله ما عدا الاطراف. بعد ما وزعت الماده الدهنيه كده هبتدي امسك من اول الطرف وارولها رولة ضيقة جدا، يعني ما تلفيش على الواسع، لفي على الضيق عشان كل ما هتلفي على الضيق هيديكي طبقات اكتر لما تيجي تفرديها الفردة الاخيرة. هعملها بقى بالشكل ده. انا برمتها كده بالشكل ده. بصوا بقى من اول هنا نبتدي نعمل كده بنفس الشكل ده، وهسيبها ترتاح لحد ربع ساعة. هعمل بقى بقية ال3 كور التانيين بنفس الطريقة. وبعد ما ريحته وفات عليه ربع ساعة هبتدي بأول واحدة عشان هي دي اللي هتكون ارتاحت قوي، وبعد كده هبتدي بالتبادل ورا بعض لحد ما نخلص ال4 كور. هحط كده نقطتين زيت على الوش وابتدي افرد بايدي على قد ما اقدر، واحاول اخليها يبقى شكلها دورية على قد الصينية بتاعتي. انا فردتها كده. عايزين تزودوا بقى التورية اكتر واكتر، اعملوا الجزء ده كده والجزء ده كده والجزء ده كده. بعد كده افردوها تاني على شكل دورية، هتاخدوا احلى توريقة. اتفردت معايا كده، هجيب بقى الصينية اللي انا هسويها فيها على البوتاجاز وابتدي اشيلها واحطها فيها. فردتها كده في الصينية كاملة. هحط بقى عليها النار على البوتاجاز على نار متوسطة. ده شكل الشعلة، شايفين النار الحجم ده اللي هو اللي انا عايزاه. هحط عليها بقى كده الفطير واغطيه واسيبه من 10 دقايق على الجنب ده وياخد لون، وبعد كده اقلبه على الجنب التاني ياخد نفس اللون، وهوريكم احلى فطير مشلتت بدون وجع دماغ. اتحمر عندي من الجنب ده بسم الله. هقلبه. بصوا تحفه، ريحته قلب المكان. هسيبه ياخد لون زي اللون ده بالظبط، وبعد كده اطلعها واكمل بقيه سوا الفطاير التانية. شكله بعد ما خلصناه كله عايزه اقول لكم بصوا بسم الله تحفه، ومورق ازاي ومقرمش وطعمه جميل ولونه ذهبي. انا دلوقتي مديالكم طريقتين، طريقه للفيديو الحديث اللي هو الحالي
وكمان طريقه للفيديو القديم. شوفوا اسهل طريقه بالنسبه لكم واعملوها، وسيبوا لي كومنت قولوا لكم فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزلكم وصفات تانية جديده.